من فضل حضرتك مفيش لعب في التشكيل. من فضل حضرتك نادي الزمالك نادي بيلعب على بطولات فبيلعب بطريقه هجوميه. من فضل حضرتك فالجمهور بعض الجماهير طبعا جمهور عظيم زعلان زينا، لا وفريرا لا وان تو فريرا ثانكيو اللي بيشتموه دلوقتي. انتوا اللي عملتوا كده. اوعوا تنسوا ان انتوا رئيس النادي اللي جاب لكم 40 بطوله في المباريات بتعملوا اعلام عليها صوره فريرا مش صوره رئيس النادي، ودي اول مره تحصل في العالم ان انتوا واخدين موقف من رئيس النادي اللي بيروحوا دول وصور فريرا واعلام الزمالك مع فريرا. انتوا اللي عملتوا ده في الراجل ده. فريرا ده مش هو فريرا اللي فات او اللي هو من شهرين. ف مفيش محكمة استئناف رئيس المحكمة بيحكم لوحده مع يمين وشمال بياخد رأيهم. للأسف مستر فريرا ما بياخدش رأي حد، وده اللي مشى أسامة نبيه خالص. لا يا اجمد، احنا لسه بنسخن، ده احنا في اول الضحك، ده احنا في اول صفحه في الضحك. لسه ماتش القمه يوم 21 وهتروحوا تلعبوا في افريقيا هتقدموا لنا ضحك فاخر من الاخر، ولسه في كسرات الموسم طويل. انشف كده ايه بقول لك ايه، عصام عبد الفتاح مشي خلاص، ظهرته ولا حقيقته. بتتكلم في ان موضوع الشعر الماتش اللي فات، بس خلي بالك ان الناس ما اتكلمتش فيه ان الموضوع ده قديم من شهر 12 بس اتشير دلوقتي. اللي بتاع الشعر ده من شهر 12 واتشير دلوقتي. الناس ليها ما طبعا هو الموضوع مستفز للناس وتوقيته مستفز للناس وللجمهور، يعني الناس تتخبط. بس اللي متضايق بيقول لك هتدخله كمان في النظافه الشخصيه. انت شيرت على صفحتك هو تقريبا كتب ومسح بقى اللي كتبه لا انا قصدي اقول لك انت شيرت للعامه فما تزعلش اذا انتقدتك العامه خلاص. وانت صح ولا غلط؟ انت بتلعب في فرقه في الزمالك يا جماعه، خلاص انت فريق كبير وليه جماهيريه كبيره انا قلت له كده وانت جاي بطل دوري وكاس، يعني ممكن لو كان في انبي وعمل كده ما كانتش الناس حاسه ولا حد كان هيعرف اصلا الموضوع. فاللعيب الكوره عقليه، هي عقليه اللعيبه الفترات اللي فاتت جوه، تحس اللي جوه نادي الزمالك دلوقتي العقليات زيرو. انا بتكلم بقى فنيا انهيار، الحاجات التفكير الكتير اللي بقى تحس ان هم بيفكروا كتير بره الملعب. ليه؟ مش عارف ايه السبب، مش عارف يعني احنا مش لاقيين مبرر ليه. الاداره بتقول لك انا مسدده مستحقات، ده حقيقه، يعني مسدد فلوسي، ده حقيقه. حلو. يعني اللعيب دايما مشكلته ايه يا استاذ خضري؟ مستحقات، ان فلوسه اتاخر. طول عمرنا بنعرف ان مشكله الانديه او اللعيبه ان فلوسها تتاخر. يا باشا مشكله لعيبه نادي الزمالك مش في المستحقات، مشكلتهم ان وجيه عبد الفتاح ولا عصام عبد الفتاح ده والاحتواء وروح البروتوكول اتكل على الله ومشي من غير التحكيم ملوطه، مش هيجيبوا حاجه.